السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. بنكمل في حلقتنا الثالثة عن كيف أن الصلاة علاج للدوالي وتقوية العظام. تعلمون أعزائي المشاهدين أن أداء الصلاة في وقتها كما ذكرنا له فوائد عظيمة للجسم البشري، والتمهل في الركوع والسجود والقيام دون تسرع وعجلة، أي أداء أركانها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشوع وكما أمرنا ربنا عز وجل. كل ذلك يؤدي إلى أمرين، أحدهما والأهم هو قبولها ورفعها إلى الله عز وجل، والأمر الآخر أنها تفيد الجسم وتشفي بإذن الله من أمراض مثل دوالي الساقين. فدوالي الساقين أعزائي المشاهدين من الأمراض الشائعة التي تصيب أوردة الساقين وتجعلها غليظة وممتلئة بالدماء المتغيرة اللون على طول الطرفين السفليين، وهو مرض يصيب نسبة ليست ضئيلة من الناس، تصل إلى نسبة 10-20% من سكان العالم. وقد أثبتت التجارب العلمية حديثا أن هناك علاقة مؤكدة بين أداء الصلاة والوقاية من ذلك المرض، فالوقاية كما تعلمون خير من العلاج. فحركات الصلاة من قيام وركوع وسجود بيؤثر إيجابيا على الضغط الواقع على جدران الوريد بسبب الضغط الذي يحدثه الركوع في الصلاة. وفي حالة السجود وجد أن متوسط الضغط قد يقل جدا، وهذا يحدث راحة تامة للوريد في الساقين. وفي ركن الوقوف في الصلاة ووضع السجود بيجعل الدورة الدموية تعمل في ذات الاتجاه الذي تعمل به الجاذبية الأرضية، وتدفق الدماء من القدمين إلى القلب في سهولة ومن أعلى إلى أسفل، وهذا يخفف من الضغط الوريدي على ظهر القدم، وبالتالي تنخفض احتمالات إصابة الإنسان بمرض الدوالي الذي ينظر فعلا أن يصيب من يلتزم بأداء فرائض الصلاة ونوافلها بشكل منتظم وصحيح. أما بخصوص العظام فتمر العظام في الجسم بمرحلتين متعاقبتين باستمرار، مرحلة البناء تليها مرحلة الهدم ثم البناء، وهكذا باستمرار. فإذا ما كان الإنسان في طور النمو والشباب بيكون البناء أكثر، فتزداد العظام طولا وقوة، وبعد مرحلة النضوج ومع تقدم العمر يتفوق الهدم وتأخذ كمية العظام في التناقص وتصبح أكثر قابلية للكسر، كما يتقوس العمود الفقري بسبب انهيارات الفقرات ونقص طولها ومتانتها. ويرجع نشاط العظام أيها المشاهدين وقوتها بشكل عام إلى قوة الضغط والجذب التي تمارسها العضلات وأوتارها أثناء انقباضها وانبساطها، حيث أن هذه العضلات والأوتار ملتصقتان وملتحمتان بالعظام. وقد ثبت مؤخرا أنه يوجد داخل العظم تيار كهربي ذو قطبين مختلفين يؤثران في توزيع وظائف خلايا الجسم حسب اختصاصها، خلايا بناء أو خلايا هدم، كما يحدد بشكل كبير أوجه نشاط هذه الخلايا. وأثبتت التجارب أن في حالة الخمول والراحة بيقل هذا التيار الكهربي مما يفقد العظام موادها المكونة لها فتصبح رقيقة ضعيفة. وحتى في السفر إلى الفضاء أثبتت التجارب أنه في الغياب التام للجاذبية تضعف العضلات وترق العظام نتيجة عدم مقاومتها لعبء الجاذبية الأرضية. من هذا نستنتج أن الراحة التامة تصيب العظام بضمور عام، ذلك أن فقدان الحركة يؤدي إلى نشاط الخلايا الهدامة وضعف في خلايا البناء، مما يؤدي إلى نقص المادة العظمية. فهل يمكن أن تمر بالمسلم أيام فيها راحة متصلة وخمول طويل لجسمه؟ وهل يمكن أن يتوقف ذلك التيار الكهربي المجدد لنشاط العظام في جسده؟ إن أداء 17 ركعة يوميا ألا وهي فرائض الصلاة وعدد أكثر من هذا في النوافل لا يمكن أن يجعل الإنسان ملتزما بأداء حركي جسمي لا يقل زمنه عن 2 ساعات يوميا. وهكذا طيلة حياة المسلم، لأنه لا يترك الصلاة أبدا، فالمسلم لا يترك يوما الصلاة، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأننا نحافظ على الصلاة ونداوم عليها، فإنها تكون سببا في تقوية عظامه
وجعلها متينة سليمة. وهذا يفسر ما نلاحظه في المجتمعات المحافظة على الصلاة من انعدام التقوس الظهري تقريبا، والذي يحدث مع تقدم العمر. كما يفسر أيضا تميز أهل الإسلام الملتزمين بتعليم دينهم صحيا وبدنيا بشكل عام في الفتوحات الإسلامية على مدار التاريخ، والبطولات النادرة، والقوة البدنية التي امتاز بها فرسان الإسلام، ما يغني عن الحديث كل هذا. ولن يعرف غير المسلم قيمة الصلاة إلا حين يصلي ويقف بين يدي الله خاشعا متواضعا، يعترف له بالوحدانية ويعرف له فضله وعظمته، فتسري في قلبه وأوصاله طاقة نورانية تدفع العبد دائما للأمام على صراط الله المستقيم. وذلك إذا أدى المسلم الصلاة بشروطها وأركانها وحركاتها بخشوع وهدوء، وليس بسرعة كما يفعل الكثير من المسلمين. انتهت حلقتنا، ونتقابل في الحلقة الأخرى القادمة إن شاء الله. كان معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي من جامع الأزهر الشريف. للتواصل الرجاء الاتصال على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ أونلاين @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.